مصطفى بيتاس ناطق رسمي باسم الحكومة حل ضيفا على صفحة جبروت والحق يقال. يحسب للسي مصطفى بيتاس ما يلي: ألف، على أنه من وهب لختو ذاك العقار صرح بالقيمة الحقيقية للعقار، شراه ب 36، ملي وهبوا حدوا قيمة العقار ب 36 باش يعطيو للدولة حقها. هنا مصطفى بيتاس يحسب لك هذا الأمر، لأن السي وهبي ما كان صرح بالقيمة العقار منين هداه لزوجته الفاضلة. بيتاس هداه للأخت ديالو وكان أمينا في ذكر القيمة الحقيقية ديال العقار. هنا السي مصطفى بيتاس يحسب لك. يحسب للسي مصطفى بيتاس أيضا في هذا العقار هو أنه كان واضح، يعني ذاك الحق ديال الإعصار كتعرفوا عدد من الناس ملي كيعطي هبة لشي واحد داخل العقد ديال الهبه كيديروا واحد العباره تيقولوا مع حق الاعصار، لان ذاك الشخص يقدر يسيء استعمال ذاك العقار، يقدر يتكرفس عليه، فالواهب له الحق ان يستعيد ما وهبه اذا لم يحسن الموهوب له التصرف في ذلك العقار. بينما مصطفى بيتاس نص في العقد ديال الهبه مع الاخت ديالو على انه هبه نهائيه لا رجعه فيها، بمعنى ما داروش حق ديال الاعصار. يحسب للسي مصطفى بيتاس كما يحسب، وقلناها في ابانه لوزير الداخليه في سميتو كاينه مصطفى بيتاس، كتب سميتو مصطفى بيتاس، يعني واضح بحاله بحال وزير الداخليه. ولكن عندي اسئله لمصطفى بيتاس خاصو يجاوبنا عليها في غايه الاهميه وتتصدروا شويه. واحد، سي مصطفى، العالم كيهضر عليك اليوم من بعد الصفحه ديال جبروت. سؤال: انت وزير التواصل، وظيفتك التواصل مع الراي العام، انت الناطق الرسمي باسم الحكومه، كيف لا تنطق في امر يمس ذمتك، يعني على الاقل الاخلاقيه من واحد طرف جهه؟ علاش ما قدرتيش توضح؟ فاطمه الزهراء وضحت، وهبي كان وضح، الهبه انت ما قدرتيش توضح، وهذا يعني قد يثير شكوكا. هذا السؤال الاول، علاش ساكت؟ جوج، السي مصطفى بيتاس، الارض شراتها الوداديه، الوداديه باعتها لك. السؤال: واش غنت الوحيد اللي فكرت تشري ذاك العقار ولا كاين ناس اخرين؟ عندي معطيات، كاين ناس بغاو يشريو العقار بثمن كبر، علاش بالضبط باع لك انت ذاك العقار؟ هذا سؤال بدون خلفيه. راه دابا غنوصلوا لمنطقه الدين الخطيره. شكون باع لك؟ ما هي هويه البائع ورئيس الوداديه؟ شكون هو رئيس الوداديه؟ هو عضو معك في الديوان، في الوزاره. اللي باع لك هو عضو معك في الديوان. واش كون ما كانش عضو معك في الديوان واش كان غيبيع لك؟ هذه واحد. واش كون ما كانش عضو معك في الديوان كنتي غتشري بداك الثمن؟ هذا السيد كان مستشار في 2021، كاينه التهنئه هي غنشرها، كيهنئوه انه اصبح عضو في الديوان ديال السي بيتاس، هو مستشار ورئيس الوداديه، وما شرا هذيك الارض غير الوزير من عند السيد اللي عنده في الديوان. واش الصدفه؟ واش كانت شي محاباه؟ ماشي مخالفه قانونيه، هي من ناحيه كوزير، اي واحد معك لا يبيع لك، هذاك اللي معك راه مرؤوس، واش غيبيع لك بنفس الثمن؟ انا سمعت بان واحد السيد طاح 40 مليون ولكن باع لك حتى 36 مليون مثلا. واش هذاك السيد اللي باع لك واش معك في الديوان ولا ماشي معك في الديوان؟ وعلاش باع لك انت بالضبط؟ سؤال اخر السي مصطفى بيتاس وبدون خلفيه: العقد اللي جمع الاخت ديالك الفاضله الله يطولها في العمر مع المهندس ينص على ان المشروع هو البني غيكون ار بلس 2، كل طابق فيه 2 شقق، يعني 4 شقق. ولكن في الوثيقه اللي ساني عليها رئيس الجماعه من خديت الرخصه كنلقى ار بلس 3 ولاو 6 شقق، زادوا 2 شقق. هنا غنطرحوا سؤال جوهري: حسب معلوماتي المتواضعه ديك المنطقه فيها ار بلس 2، ولكن من بعد ولات ار بلس 3، وماشي غير انت حيت وزير تيبنيو الناس ار بلس 3، ولكن اللحظه اللي كانت غير ار بلس 2. السؤال: واش هذيك المنطقه ولات ار بلس 3 من بعد ما شريتي ولا قبل ما شريتي؟ ولو لم تكن انت وزيرا هل كانت ديك المنطقه او ديك الحي غيولي ار بلس 3؟ واش كان غيولي اير بلس 3 ولا ما يوليش اير بلس 3؟ اذا سي مصطفى هذا هو اسئلتي. هذاك السيد اللي باع لك لو لم يكن مرؤوس ديالك واش كان غيبيع لك بداك الثمن؟ واش كان غيبيع لك انت؟ واش كان غيبيع لك؟ هذا عندك في الديوان. جوج، السي مصطفى، لو لم تكن وزيرا واش الصدفه ديك الحي غيستافد؟ انا اسئله كنطرح. اير بلس 3. السؤال الثالث السي مصطفى ولا يقل اهميه: لماذا طبع هذه العمليه السرعه الاداريه؟ نفس ذاك العقار ديال هذا واحد القضيه ملي كيكونوا الاغنياء ولا الوزراء ولا النافذين، عرفتي الاداره كتولي خدامه بالسرعه ديال اسكتلندا، ديال الدول الاسكندنافيه.
اليوم شريتي لا غدا وهبتي. بعد هذه العمليه علاش من الاول الاخت تشري، علاش تزيد عليك وعلى اختك؟ من الاول الاخت ديالك هي اللي تشري من عند وداديه. انا بغيت نسول انت راه وزير بدون خلفيه، لان من غتشري انت راك غتخلص واحد المصاريف، ولا غدا من غدير التفويت خاصك تخلص المصاريف. وعلاش هاد التماره؟ سؤال علاش ومن الاول عطي الاخت مثلا تشري ديالك هي؟ لماذا ظهرتي انت واختفيتي بعد 24 ساعه؟ وثم لماذا هذا المشروع تدار بسرعه قياسيه؟ غنشوف انا ما كرهتش دار شي لجنه تحقيق نشوفوا هاد الملفات واش كيدرسوا بحال ملفات المغاربه. حنا كاع المغاربه كيتشكلوا المستثمرين من الخارج، البطء والتاخر في المساطير وكاينه واحد الصعوبه في المساطير. علاش هاد المسطره دارت بسرعه قياسيه في البلاصه على غدا ما كاملاش حتى 10 ايام ولا شحال تم دراسه الملف، والملف كبير راه 6 الشقق. ما بغيتش ندخل بعض التفاصيل، واش غتبني انت ولا غتبني كذا واش غتبني. يعني حنا ربما الانسان قيمه العقار عاديه، وزير يشري عقار ب 36 ماشي شي حاجه، وزير راه وزير عادي، ولكن حنا ماشي العقار 36 بس. كاينه بعض الامور اللي خصها نقاش. كانت اير بليس 2 ولا اير بليس 3 في اي ظروف؟ واش عادي؟ بغينا توضيح بدون اتهام. كانت اير 2 اير بليس 2 ولا اير بليس 3؟ البائع اللي باع لك رئيس الوداديه معاك في الديوان. السرعه القياسيه في المساطير بسرعه قياسيه، وحق عليك وزير نسولوا عليك. راه شوف راه ماشي عيب تقول لي لا كتشك في الذمه، لا نطرحوا اسئله. انت وهبتي دابا من حق الناس يقولوا كيفاش وهب 36 بدون اعصار؟ اذا عنده فلوس، هو معلم، تحيه للمعلمين. وزير ماشي شي حاجه 36، ولكن اللي كيوهب 36 عنده ماشي قسم يكون عنده 36. شكون اللي كيبدا يوهب تيبدا يصدق تيكون شبع يعني بلا رجع بلا فايس 36. وشنا واحد المره واحد الحفله ديال الجمال وسمنا ما فيها باس دفاعا عليك. ما تسكتش، خرج شرح هذه الامور، خرج شرح هذه الامور. انتخابات جايه وانت كتنتمي لواحده من اقدس المهن اللي هي التعليم، رجل التعليم. انا شخصيا لا اشك في ذمتك، ولكن ما نقبلكش تبقى ساكت. خرج شرح، عاد يمكن يكون بلان كرشو خاويه ما نشوف من بعد. بالنسبه لذاك العقار ها كيفاش شريته، انتقال من اير بليس 2 لاير بليس 3 السياق اللي جاي مش انا اللي استفدت الناس كاملين، وهذا ما عندها واش قبل الوزير ولا من بعد الوزير. بالنسبه للمسطره بسرعه قياسيه، الحمد لله تحت واحد الاداره كتزرب دغيا كتسالي معنا دغيا كلشي خدام مزيان. بالنسبه لعلاش باع لي رئيس الوداديه ما عرفتش، انا كنت جالس وانا سمعته كيهضر مع شي واحد في التليفون، قلت واش غتبيع شي حاجه؟ قول شي روايه. ما عرفناش، رئيس الوداديه معاك اللي باع لك، وذاك العقار الناس اخرين بغاوه وانت طار من حقك. ربما امر عادي. واش ما حنا ما وصلنا؟ علاش عندنا رؤساء الدول